السلام عليكم ورحمة الله. يسعد لي صباحكم، يسعد لي قلوبكم. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. هيدا الفيديو رح أقدم فيه نصيحة مهمة كتير 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 كتير، والحمد لله على اللطف وعلى أنه لساتنا بخير ولساتنا الحمد لله عايشين ولسه قادرة أسجل على هيدا الفيديو. طبعا هيدا الفيديو تسجيله من حوالي 5 أيام هيدا الفيديو، بس أنا ما قدرت بصراحة أحط عليه صوت إلا اليوم. طبعا هلأ أنا بقولكم شو السبب اللي خلاني ما نزل عليه صوت بوقتها يعني. طبعا مثل العادي صحينا الصبح، بصراحة لقيت معدتي شوي هيك ما كتير مزبطة. ما اشتبت بصراحة أنا معدتي اليوم أبدا. مش عارفة، كأنه كنت حاسة إنه في شي بده يصير على فكرة. الحمد لله، طبعا الحمد لله على اللطف وعلى الستر وعلى السلامة، والله يجيب العواقب سليم يا رب العالمين، والله يهدي البال. طبعا انا جوا فتت هيك لحتى انظف المطبخ. صراحة انا ما حبيت انه انا دائما اجيب تنظيف المطبخ معكم، بتكونوا مليتوا. آه قلت له كان في بصراحة شوية غسيل انا شلتهم عن الحبل اللي كنت قبل بيوم انا نشرتهم انا وياكم. فقلت له لرعودي يلا ماما انت بتطوي الغسيل وانا بفوت بنظف المطبخ. طبعا احنا لازم بين الفترة والتاني نعود اولادنا، حتى لو كانوا صبيان حتى لو كانوا شباب. لازم يساعدونا، لازم يعتمدوا على حالهم. بكرة بيكبروا، بكرة ممكن نحن نمر بحالة صحية، ممكن نحن ما نكون معهم، ممكن يسافروا، ممكن بدهم يروحوا يدرسوا. فلازم يكون الشاب زي البنت بيعرف يعتمد على حاله، بيعرف يعمل له لقمة ياكلها، بيعرف يغسل غسيلات وبيعرف يطويهم، بيعرف يظبط البيت. يعني لازم يتعود الولد مثل البنت. هلا في كتير مقولة خاطئة انه بيقولوا انه لا الولد هيدا، يعني بصراحة هيدا الشغل مو شغلته. لا، هو شغلته، لأنه هو اللي عم بيتغرب وهو اللي عم بيبعد هو اللي عم بيسافر وهو اللي ممكن يروح يخدم عسكرية. فهيدا كلياته بيتطلب منه انه هو يكون معتمد على حاله، بيعرف ينظف على حاله ويظبط بيته، نظافته الشخصية، يعني نظافة المكان اللي هو اصلا لازم يكون فيه. هون طبعا انا بعد ما خلصت تنظيف المطبخ اليوم حبيت اعمل الغداء. طبعا هلا انا عم بعمل الحشوة، حشوة محشي محشي الكوسة، يعني كوسة باللحم والرز يعني، بس ما في أكثر من هيك. أنا هون بقى شوحت لا عفوا، أنا امبارح سويت المحشي، شايفين؟ أنا بلش الزهايمر بقى يعني، ها شوي. هون سويت معكرونة صراحة، بس أنا ما أكلت منها. أولا لأنه رب البندورة عم يعمل لي مشاكل بمعدتي، وثانيا أنا سويت تبولي، كان عندي شوية خضرة صراحة خفت يخربوا بالثلاجة، وكان عندي خسي يمكن صار لها حوالي الشهر. أنا كيف محتفظة فيها بالشهر؟ هلأ من ضمن الفيديو بتعرفوا كيف أنا محتفظة بهاي الخسة من الشهر تقريبا. هون كان عندي عملكم شوحت شوية البصل وحطيت لهم طبعا شوية ملح وتوابل، سبع برقات. أنا هون عم بعمل يعني صوص المكرونة بس، ما عم بعمل أي شيء تاني يعني، مش افتكاسي. فحطيت اللحمة وحطيت عليها مرقة. كان عندي آخر كيس رب البندورة. طبعا أنا هدول توم، هلأ نزلت عليها كمان حوالي نص معلقة توم مهروس. صبايا انا من ضمن الفيديو راح اقول لكم اللي صار معنا بالضبط. طبعا انا اللي بيعرف اني انا لساتني بصيدا، ف صراحة طبعا صار شغلة بال، اشتباكات كتير كبيرة بصيدا، وخاصة بالمكان اللي أنا فيه، اللي أنا ساكنة فيه يعني. فالحمد لله طبعا اللي أنا لساتني عايشة. كتير صار اشتباكات كتيرة، القذائف والصواريخ، وكله طبعا عشوائي، كلياته عشوائي، كانوا عم يضربوا عم يقذفوا علينا بشكل عشوائي بشكل مش طبيعي. فطبعا انا حوالي 4 ايام نحن عشنا هي الحالة 4 ايام. صراحة اليوم الثالث انا بصراحة ما قدرت اقعد احتمل هون. طلعنا لعند بيت سلفي على علي، لانه 3 ايام من الضغط النفسي، 3 ايام من التوتر، من الستريس الفظيع.
من القلق والرعب والخوف عن جد. يعني القلق، يعني التوتر العصبي وصل معي لا يعني لخلص لآخر درجة. ف 3 أيام ونحن عم يعني كل ما تيجي قذيفة إن بصراحة نطم هيك أو نطمن هيك. بصراحة حشرنا حالنا كلياتنا بآخر الصالون، لأنه إحنا عنا تقريبا البيت واجهته لهيدا المكان اللي عم يعملوا فيه أو اللي عم يضرب فيه أو اللي صارت فيه الاشتباكات. نحن بيتنا لاصق إله، يعني قريب كتير إله. ف 3 أيام يعني عن جد خلاص وصلت أنا لمرحلة الانهيار العصبي. طبعا غير إنه كمان رعودي صار عنده اصفرار بلون وشه، تعبنا كتير. ف يعني خلاص قررت إنه أنا لازم أطلع من هذا المكان، لازم غادر البيت فورا. طلعنا طلعنا بصراحة وما عرفنا كيف طلعنا، ما عرفنا كيف طلعنا. يعني حتى ما توقعنا انه ممكن نوصل على السيارة اللي بدنا نطلع فيها وتاخدنا على البولمان. يعني ممكن انه نكون نضلنا طيبين او نضلنا عايشين. سبحان الله، الله المسلم والله الحافظ. المهم طلعنا لعلي. صراحة انا بعلي صار معي وصلت أنا طبعا ما فيني شي يعني، بس طبعا إرهاق وتعب، و3 أيام ما عملنا، و3 أيام من الخوف والرعب عم لكم. وصلت حوالي طبعا احنا طلعنا الساعة 7 المساء من صيدا. طلعنا 7 المساء من صيدا، وصلنا 9:30 10 بالليل على منطقة علي. طبعا في بيننا وبين منطقة بيت سلفي 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات وشوي كمان، على حسب ما يمشي البولمان. فلما وصلنا على 9:30 10. طبعا أكيد إنه ما حبيت أحكي لهم على مدى تعبي وعلى مدى انهياري وقلقي وتعبي وهيك. فصرنا حوالي ساعتين معهم نشرب لنا كاسة متة. بصراحة ما كان حتى ما قدرت إني أتعشى ولا قدرت إني آكل نهائيا. هيك قلت له أنا بصراحة بدي أرتاح. فتت على الغرفة لحتى أرتاح. نمت من حوالي الساعة 11:30 12 للساعة 1. الساعة 1 فقت على ضغط براسي. شو بدي أوصف لكم، ما بتتخيلوا كيف يعني كيف هو. يعني الوصف مش عارفة كيف بدي أوصفه. زي البالونة اللي عم تنفخيها بدماغك، زي إنه في كهرباء عم تطلع من عند أسفل الرقبة لعند آخر الرأس. وين بتوقف عند النافوخ. هون وقفت عند نافوخي أو بآخر راسي فوق، يعني عند الدماغ. وأنا هون بقى صرخت صوت يمكن مش بس بيت سيلفي يعني بصراحة قاموا على صوتي، لا يمكن البناية كلياتها قامت على صوتي. الحمد لله رب العالمين. فورا طبعا بيت سيلفي وكل طبعا كلياتهم اتصلوا بالصليب الأحمر. طبعا هيدا إسعاف يعني أمبلانس. فاجوا بصراحة فحصوني وهيك، قال دغري على المشفى. ما كنت اقبل انا اروح على المشفى الساعة 1 2 بالليل، وين بدي اطلع على المشفى. يعني صراحة ما حبيت اطلع يعني. فقلت لهم لا خلاص، بس اعطوني هلا انا مسكن لبكره، وبكره انا برجع بدخل مشفى عادي، ما عندي مشكلة. اعطوني بقى ابرة استرخاء تام لحتى يفك او يحلحل عني هذا الاسترس او هيدا التشنج بشيء، او يعني التوتر بشكل مش طبيعي. الحمد لله. طبعا اعطوني ابرة، اعطتني الممرضة ابرة. شايفين هيدي الخاسة صار لها شهر، صار لها 30 يوم يا صبايا. هي انا حطيتها بورقتين، ورق مطبخ يعني عادي، وبعدين حطيتها بالكيس وحطيتها بنص البراد من تحت حتى بالدرج، فما اثر عليها. يمكن شوية بس من تحت، شوية فيها شوية يعني شوية دبلان بس. المهم اعطوني ابرة وارتحت لتاني يوم. طبعا استرخاء كامل، عطوني اياه ابرة مرخي عضل، يعني لانه التشنج وصل معي للذروة. تاني يوم طبعا رحت على المشفى. كمان لقيت في الدكتور، طبعا دكتور خاص، حولوني عليه فورا. دكتور وجدي خداج. طلعت لعنده على الطابق الثالث. المهم فحصني قال لي الله بحبك. سبحان الله، يا الله نجاكي يعني يوم يومين طبعا عم يحكيها بمزح، يعني يوم يومين بينك وبين الموت، لأنه كان التشنج واصل لعضلة القلب.
طبعا بدأ التشنج يمكن من أول ما صرنا نسمع الأصوات والقذايف والقصف وهيك. من أول يوم كنت حس على فكرة أنا بصيدا كتير إنه في تشنج بالقولون، القولون العصبي شوي. أنا كنت بعدين صرت أحس فيه بمعدتي، معدتي عم تفرك هيك وجع مو طبيعي. فهيدا طبعا كلياته من التشنج. قال لي واصل التشنج يعني لعضلة القلب. أول ما هو بادي بالقولون، ضارب على المعدة، وبعدين متأثرة عضلة القلب بهيدا التشنج القوي. طبعا أكيد إنه نحولوا دغري على فحوصات وتحاليل لحتى يتأكدوا إنه يعني صاير في مضاعفات بالقلب ولا لا. الحمد لله طبعا ما طلع في أي شيء. طبعا أكيد إنه أنا بعد ما عملت التحاليل أول يوم وثاني يوم تحاليل، أول يوم وثاني يوم تحاليل وانا داخل المشفى طبعا ما طلعت. حتى بدهم اياني انا نام، يعني تكون منامي بالمستشفى، انا ما قدرت. سامعين؟ سامعين هلا شو في كمان؟ اسعاف وامبلانس والله يسترنا والله يجيرنا. المهم طلعت. اطلع انا شي الساعة تقريبا 8 بالليل، اطلع على مسؤوليتي انا يعني. قال لي الدكتور، قال لي خلاص طبعا طالما انك تاركي ابنك وهيك فبتطلعي، لكن بكره الصبح بترجع بتيجي لحتى نتابعك لانه انت تحت المراقبة. قلت له اوكي تمام. فثلاث ايام وانا تقريبا داخل مشفى بس من غير منامة. بعديها الحمد لله طبعا رجعت كمان طلعت لعنده على العيادة، كمان فحصني مرة تاني وتأكد من حالتي إنه الحمد لله ما في أي شيء، الفحوصات ما فيها أي شيء الحمد لله. القلب الحمد لله الحمد لله رجعت استرخت عضلة القلب طبعا طبعا أكيد أول شيء طبعا بفضل الله والله الشافي، لكن كمان من الأدوية اللي هو عطاني إياها ومن الأبر اللي هم عطوني إياها. عطوني 4 أبر، أنا كل يوم أخذ إبري داخل المشفى، كل يوم أخذ إبري لحتى الحمد لله ارتاحت عضلة القلب يعني من التشنج اللي كانت فيه. فإذا صار معك هيدا الوضع وهيدي الحالة ووصلتي لتشنج يعني كتير قوي، أو بصراحة إذا حسيتي بتشنج بالقولون أو براس المعدة، ما تستني على حالك لحتى يوصل هيدا التشنج لعضلة القلب، لأنه بصير خطر على قلبك وبصير خطر أصلا على حياتك. هاي بصراحة نصيحة أخوية مني لكل اللي مروا بهيدا الموقف، أو إذا لا سمح الله صار معك هيك موقف أو هيك يعني وضع أو من الزعل أو من التعب أو من الخوف أو من القلق، المهم من الضغط النفسي والتوتر العصبي هم سبب هيدا التشنج بعضلة القلب. طبعا احنا كلياتنا بنعرف لما بصير في تشنج بعضلة القلب يعني في خطر على حياة الإنسان. فديري بالك على حالك. أكيد إنه ما حدا بينفعك بالنهاية. طبعا أكيد طبعا أعمارنا بيد الله أكيد، لكن بنفس الوقت اعقل وتوكل. فطبعا أنا خلصت الحمد لله فحوصاتي كلها. أنا هلأ رجعت على صيدا، الأمن مستتب نوعا ما، يعني الحمد لله هلأ نوعا ما. طبعا هيدا تاني يوم. اوكي، هيدا طبعا بعد ما عملنا التبول والمعكرونه. انا عم لكم المعكرونه انا بصراحه ما اكلت، كان عندي حوالي شي كيلو تقريبا كوسه وشي باذنجان تاني وشي حبتين باذنجان 3 كانوا بالفريزر، فحرتهم وسويت. طبعا هيدا تاني يوم. طبعا هون نحن ما كنا لسه حاسين باي شيء، يعني كان في لسه بس ضرب رصاص بسيط يعني. فطبعا كون انه هون الشعب متعود على هيدا الصوت او على هيدا الرصاص او عليه، فما اخذنا نحن فيها وعطيتها. طبعا هي بدأ الخوف من تقريبا يوم الاحد. يوم الاحد طبعا هيدا نحن هلا كنا يمكن يمكن مش عارف، يمكن يا 3 يمكن 4. هيدا كان اليوم، هذا يمكن كان يوم 4. والله العظيم انه حتى ماني متذكرة هيدا التصوير كان امتى، لكن طبعا كان حوالي شي يعني قبل بشي حوالي 5-6 ايام، يعني قبل ما يصير هاي المشاكل بصيدا. هون كنا خلاص مخلصين بقى. فأنا بصراحة رجعت حطيت لكم طبعا صورة الدكتور اللي بعلاي. بصراحة وضع مو طبيعي أبدا كان معنا، الحمد لله الحمد لله. هون طبعا خلاص هيدا من ضمن اليوم. طبعا أنا
تاني يوم لما كنا بصيدا. شوفوا كيف رعودي متغطي، قال ما بده يطلع لأنه حالق بصراحة شعراته، والقصة ما عجبته، وزعلان كتير كتير على شعراته الحلوين اللي راحوا. هون طبعا أنا بعد المحاشي وبعد شغل البيت وخلص طبعا أكيد برجع كمان بكرر قبل ما هي طبعا قبل ما تبدأ هاي الاشتباكات. فقعدت هيك خلاص أكلت لما حتى آكل حبة فواكه بعد الشغل، وبعد ما طبعا خلصنا المواعين كمان تاع بعد الغدا وهيك، وبعد المحاشي. فحطيت بردقاني انجاصة وجزرة لحتى اكلهم هيك بقى وخلص واقعد هيك يعني سبح طبعا واستغفر ربي وهيك، بنية الفرج، بنية الرضا، بنية الصحة والسلامة. وما زلنا كنا عم نسمع طلق رصاص كل هالفترة. طبعا هي كنا بس فقط يعني بس صوت رصاص، ما كان في قصف ولا صواريخ ولا قذف ولا قذايف ولا أي شيء. ف هون طبعا نحن كنا خلاص يعني خلاص آخر يوم. أنا هون كان بالنسبة لي أنا آخر يوم كان بصيدا. لا عفوا، آخر يوم كان في تقريبا هدوء بقى من امبارح، يعني من تاني يوم من هذا المشهد. تاني يوم بقى بدأ القصف وبدأ الخوف وبدأ الرعب. 3 أيام عشناهن على أعصابنا. طبعا هاي هون بعد ال3 أيام. هلا أنا هون بعلي عند الدكتور وجدي خداج بالعيادة. طبعا بعد ما خلصت منه بعد ما خلصت يعني من التحاليل ومن الفحوصات بمشفى الإيمان، رجعت رحت لعنده على العيادة لحتى أتأكد من الفحوصات ومن السلامة العامة. طبعا الله اللي بيسلم، لحتى أكون مطمنة على صحتي الحمد لله. وما زلت الحمد لله، يعني في هيك شكة بسيطة بقلبي، بس نحن بنقول الحمد لله رب العالمين. كأنه سامعة صوت رصاص على فكرة. هون طبعا كان عم يعطيني أدوية وهيك، فالحمد لله رب العالمين. هلا بحبكم كتير كتير انا، وطبعا ادعوا لي بالسلامه وبالصحه، وادعوا لاهل صيدا كمان بالسلامه وبهدوة البال. بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واتمنى منكم رفع الفيديو لحتى الكل ياخذ حذره من هي الحاله اللي هي حاله القلق والتشنج اللي بتاثر على عضله القلب. هون طبعا انا بعد ما رجعت على صيدا ارتحت شوية، صليت، أخذت الشاور، وقعدت عم بشرب كاسة كابتشينو حتى هيك ارتاح شوي وصحصح. ونتمنى أنه يضل الوضع هادي، لأنه نحن بصراحة هربنا من الحرب بسوريا، فجينا لقيناها بلبنان.